نعرف أنه أحد الشخصيات الدولية المرموقة، ونعرف أيضا أنه من أهم الخبراء في نزع السلاح النووي. نعرف كذلك أنه على رأس وكالة الطاقة النووية الطاقة الدولية للطاقة الذرية. وبالمرة أيضا نعرف أن التقارير التي وتصدرها الوكالة أحيانا تحدد مصير الدول، أو هكذا من المفروض. نعرف أنه مصري، نعرف أنه حاصل على جائزة نوبل. أكثر من ذلك لا نعرف الكثير. في مسافة ما بيننا وما بينه. المسافة دي سببها حساسية منصبه، ولا سببها طبيعته وشخصيته الأقرب للصمت، أم أن المسألة لها علاقة بقلة التصريحات والحوارات سواء الصحفية أو التلفزيونية التي يجريها؟ نحن نتحدث عن مدير ال IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دكتور محمد مصطفى البرادعي. وصفوه بالمحامي الصلب الذي يدافع بشجاعة، والمساهم المتميز في الاستخدامات السلمية للتقنية النووية. هو مهدي نوبل الرابعة لمصر، الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولد البرادعي في حي الدقي بالجيزة في 17 من يونيو عام 42. والده هو المحامي مصطفى البرادعي نقيب المحامين الأسبق. تخرج الدكتور البرادعي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 62 حاملا درجة ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك عام 74. بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي المصري عام 64، حيث خدم في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي بعثتها الدائمة بجنيف، وكان مسؤولا عن القضايا السياسية والقانونية وقضايا الحد من التسلح. وخلال تلك الفترة شارك البرادعي في أنشطة هيئات دولية وإقليمية كثيرة، منها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان. في الفترة من عام 74 إلى عام 78 عمل البرادعي مساعدا خاصا لوزير خارجية مصر، وخلال تلك الفترة كان البرادعي عضوا في وفود ثنائية رئاسية وأسرية شتى، فقد كان عضوا في الفريق المفاوض الذي أسفر عمله عن عقد اتفاقات فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل. وفي عام 80 ترك البرادعي السلك الدبلوماسي والتحق بالأمم المتحدة ليصبح زميلا رفيعا بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ومسؤولا عن برنامج القانون الدولي. وفيما بين عامي 81 و 87 عمل أيضا كأستاذا غير متفرغ للقانون الدولي في كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك. التحق الدكتور البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 84، حيث شغل عدة مناصب رفيعة بأمانة الوكالة، بما في ذلك المستشار القانوني، ثم مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية. وقد عين في منصبه كمديرا عاما للوكالة اعتبارا من الأول من ديسمبر عام 97، ثم أعيد تعيينه لفترة ثالثة في سبتمبر عام 2005. وخلال حياته المهنية كدبلوماسي وموظف دولي وأكاديمي أصبح الدكتور البرادعي على دراية وثيقة بعمل وفعاليات المنظمات الدولية، لا سيما في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية الدولية. وفي أكتوبر عام 2005 حصل البرادعي والوكالة مناصفة على جائزة نوبل للسلام إزاء جهودهما الرامية إلى الحيلولة دون استخدام الطاقة النووية في أغراض عسكرية، وإلى كفالة استخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية بأكثر السبل أمانة. كما حصل الدكتور البرادعي على جوائز عديدة أخرى تقديرا لعمله كمسؤول عام مرموق وكمدافع عن قيم التسامح والإنسانية، منها الجائزة الدولية للحريات الأربعة من معهد روزفلت ومفاتيح مدينة باري وفلورنسا بإيطاليا. كما حصل أيضا على الدكتورات الفخرية من جامعة نيويورك وماريلاند والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة البحر المتوسط في باري وجامعة بوخارست ومدريد وفلورنسا وبيونس آيرس.
كما حصل أيضا على عدد من الأوسمة الرفيعة منها قلادة النيل الكبرى، وهي أرفع وسام مدني مصري. هو رجل يستحيل اختصاره في كلمات، فثقله العلمي ومكانته الدولية المرموقة تجعله من الشخصيات التي ينحني لها التاريخ عرفانا وتقديرا. محمد حلمي، 10 مساء. أرحب بدكتور محمد البرادعي، أهلا بحضرتك. أنا سعيد أن أكون معاك يا منى النهاردة. بشكرك يا فندم. أنا قلت في المقدمة كلام مش عارفة إذا كان يضايقك أو يبسطك أو يعبر عن بعض من الحقيقة. أنا قلت إن إحنا ما نعرفش عنك حاجة يا دكتور، يعني ما نعرفش عنك تفاصيل أكثر من التفاصيل الرسمية. تفتكر ليه؟ للأسف يمكن ما بعدي عن مصر فترة طويلة، للأسف عدم محاولة من الإعلام المصري أنه يحاول أن يفهم أكثر العمل اللي بتقوم به الوكالة واللي أنا بقوم به. زي ما تفضلتي، يمكن أنا بطبعي شخص بحتفظ بالكثير من آرائي لنفسي أو لقلة خاصة. جزء منها كذلك حساسية المنصب إلى حد ما، إنما ما أعتقدش إن أنا يمكن هذه فرصة النهاردة إن هي فرصة طيبة جدا، لأنه إحنا مش متخيلين نبقى في مواجهة سلمية طبعا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شخصية معروفة جدا في العالم، وما نعرفش آراءه وأفكاره بخصوص بلدنا إيه، بخصوص التطور الديمقراطي في بلدنا عامل إزاي، بخصوص التنمية في المنطقة والعالم العربي عاملة إزاي. ما نعرفش هو متخيل انه الموقع الذي نحن فيه هو الموقع المناسب ام لا، مش الموقع الجغرافي تأكيدا، الموقع السياسي والمعنوي. كل دي افكار ما ينفعش نبقى قاعدين مع حضرتك وما نسألش فيها، واشكرك شكرا جزيلا انك لم تضع اي خطوط حمراء في هذا اللقاء. بالعكس خالص. انا الحقيقة هبتدي من جزئية ملهاش علاقة بالسياسة، انما لها علاقة بأسرتك. دكتور محمد البرادعي ابن واحد من أشهر نقباء المحامين في مصر، النقيب مصطفى البرادعي. الحقيقة لما جينا دورنا على السيرة أو التفاصيل الخاصة بالوالد، لقينا إنه ما كانش نقيب محامين عادي، ده دخل في مواجهة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. صحيح. والرئيس الراحل السادات، في مواجهات كانت من الممكن أن تتيح ليس فقط بالمنصب ولكن برأسه. صحيح. حدثنا أكثر عن الوالد يا دكتور. والدي كان شخص يؤمن تماما ان لا امل لمصر بدون حرية وديمقراطية، وان الشخص لابد ان يكون هو صاحب القرار، وان الحاكم هو وكيل عن الشعب. كان شخص خفيض الصوت، كان شخص خجول جدا، وانما كان مدافع صلب عن آرائه طول حياته، وحتى توفى لم يحيد قيد أنملة عن قول الحق في مواجهة ما أطلقت عليه أنا الطاغوت في وقت عبد الناصر، الرئيس عبد الناصر. إيه المواجهة اللي حصلت ما بينه وبين الرئيس عبد الناصر ده؟ المواجهة إنه كان بيطالب في مناسبات عامة بضرورة حرية الصحافة والديمقراطية وتعددية الأحزاب، وطبعا هذا أغضب نظام في هذا الوقت كان يقوم على العكس من هذا التمام، يقوم على نظام سلطوي، نظام يقوم على الحزب الواحد، نظام يقوم على أن الفكر الواحد، ونفس الوضع إلى حد ما كذلك. بس كانت المشكلة فقط يعني عامة، ولا كان في تفصيلة محددة، في مطالبة محددة كانت للدكتور؟ كانت هناك مطالبات محددة بالطبع بحرية الصحافة، إن تعديل الدستور، إن النقابات المهنية لابد أنها حرية التعبير عن آرائها السياسية. كانت هناك يعني مواقف مختلفة، وكانت هناك طبعا هجوم شديد وشرس عليه في الكثير من الأوقات، وإنما تقبل هذا لأنها جزء من العمل العام، وإنما والإنسان عندما يؤمن بس ما فقدش منصبه كنقيب للمحامين.